انت ممكن تكون سليم وزي الفل وبرضه مش قادر تتحرك ولا تقوم من مكانك، طاقتك خلصانه، حاسس بزهق وملل، كل حاجه تقيله عليك ومش قادر تشتغل ولا حتى تدخل المطبخ تعمل حاجه تاكلها. واحد من اكبر الاسباب ورا الحاله دي هو الاجهاد العاطفي، الايموشنال اكزوشن، يعني نوع كده كانه تعب او عيا بيصيب صحه الانسان واسبابه مش عضويه. ده مجموعه مشاعر تراكمت جوانا، مشاعر صغيره فوق بعض كده، كومت واحده ورا الثانيه لحد ما عملت جبل بيبقى طابع على نفسنا، خلينا مش قادرين نتحرك من مكاننا. كل ده بقى يا يسرا بيحصل من مشاعر واكتر كمان. المشاعر من اقدم الوظائف اللي اتكونت جوه مخ الانسان منذ الخليقه، وكل ما الانسان بيكبر كل ما اجزاء تانية بتنمو من مخه بتساعد في تشغيل المشاعر دي. فيبقى عندنا كده مشاعر جايه من مناطق مختلفه جوه المخ تاثر على كل حاجه، تسحب همتنا ونشاطنا وتغير مستويات الاكسجين في الدم، تسيبنا في حاله بنسميها الشلل المشاعري، لا قادرين نتحرك ولا لينا نفس الحاجه. وكل ده بيجي من اننا ما بنتعاملش صح مع مشاعرنا. فاللي محتاج تعمله في مثل هذه الاوقات انك تقعد مع نفسك برواقه وتبدا تطلع اللي جواك. سمي مشاعرك، اكتب عنها، اتكلم عنها مع حد ثقه لحد ما تتفرغ واحده واحده بالتدريج، وتفتح تاني جواك مساحات نفسيه تساعدك تكمل حياتك وانت اهدى ومرتاح. اصل التحرك والشغل وعمل ادوارنا المختلفه في الحياه مش بس محتاج جسم وصحه، طلع ان الاهم والاكثر تاثيرا هي القوه العاطفيه، وده اللي بيفرق في صحتنا النفسيه. اكتبوا لي بقى انتوا بتجيلكوا حالات الزهق والملل دي كم مره في الشهر او حتى كم مره في الاسبوع.